اهلا بيكم وحلقه جديده معايا انا احمد مجاهد. هنتكلم شويه كده عن شكل الاهلي واداء الاهلي قدام المحله والماتش اللي خلص بالتعادل 0-0 في ثالث جوله من جولات الدوري المصري. قبل ما ابتدي الحلقه في كام سؤال كده كنت حابب اساله. البدايه بالشناوي، طبعا البقاء لله في وفاه والده، ربنا يرحمه يا رب ويصبره ويجعل مأواه الجنه باذن الله. البدايه بالشناوي، هل هي نوع من انواع الدعم النفسي للاعب اللي انا مش معترض معاها تماما، ولا هي عن قناعه بعدم جاهزيه شوبير ان هو يبقى الحارس الاساسي للنادي الاهلي، ولا انا كنت بدي لمصطفى شوبير بس كده عشان احسسه ان انت ايه، عايزك ستاند باي معايا في اي وقت. النقطه الاولى، لو هو دعم نفسي للاعب انا متفق مع حاجه زي دي تماما 100%. لاعب زي ده بدل ما اخسره طول الموسم بالموقف اللي حصل له، موقف وفاه والده، لو اتساب لنفسه كده الله اعلم دماغه كانت هتروح بيه لفين، مستواه كان هيروح لفين. لا، هاته يا باشا اسحله، نزله الملعب، خليه يتسحل عشان يفضل شغال معايا، عشان انا محتاجه. انا لسه ببتدي الموسم، انا محتاجه على مدار الموسم في البطوله دي او البطوله الجايه، حتى لو كان مصطفى شوبير تفوق يعني او قام بادوار كويسه. لكن على العموم رجوع الشناوي لحراسه الاهلي انا متفق معاها، مع اني مختلف او مش مختلف، مش راضي عن اداء الشناوي في الفتره الاخيره مع الاهلي. بس انا لسه شايف ان شوبير الواعد بين قوسين كده، الحارس الواعد ومستقبل النادي الاهلي ان شاء الله، لسه مش جاهز ان هو يكون الحارس الاساسي للنادي الاهلي في الفتره دي بالنسبه لنقطه بدايه الشناوي، واللي انا متفق معاها ايا كان ايه هو السبب. بس انا معترض مع البدايه بالشوبير اللي انا قلتها في الحلقات اللي قبل كده، لانك بتاذي اللاعب، انت بتحط عليه ضغط. شوبير من اول دقيقه هو محطوط عليه ضغط، على عكس ما كان لعب مع الاهلي في بطوله افريقيا السنه اللي فاتت. كان بيلعب ان يلا واحنا معاك واحنا بنأزرك واغلط وما يهمكش وكلنا وراك و لا، المره دي انت محطوط في ضغط. ها ورينا يا عم، هتقعد شناوي ولا لا؟ ورينا انت هتبقى قد الشناوي ولا لا؟ هتبقى قد حراسه مرمى الاهلي انك تبقى الاساسي في الفتره اللي جايه ولا لا؟ دي حاطه ضغط عليه، هو في غنى عنه. فالخلاصه انا متفق مع عوده الشناوي، كنت معترض مع الاسلوب او كنت معترض مع فكره تجربه شوبير في الوقت ده بالشكل ده. النقطه بقى الايجابيه اللي انا عايز اتكلم فيها، شكل الاهلي في النص الهجومي، اللي للامانه او للاسف التعادل بتاع النهارده قفل نفس الواحد عن انه يشكر في شكل الاهلي اللي كان كويس جدا في الشوط الاول. بس الاهلي من ساعه كاس العالم لحد دلوقتي عنده 3 حاجات ما اتغيروش. اولهم اهدار الفرص اللامتناهي قدام اي فرقه كبيره او صغيره. تاني حاجه ادوار الظاهرين الباك يمين والباك شمال القليله جدا 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 في الناحيه الهجوميه. تالت حاجه وقوع المستوى البدني بتاع النادي الاهلي في الشوط الثاني من اول دقيقه. هتقولي ازاي الاهلي كان واقع قدام المحله في الشوط الثاني؟ ده الاهلي كان ماسك الكره على المحله. صح، الاهلي هيبان الفرق او هيبان قد ايه هو واقع بدني لو قدامه فرقه بتلعب سرعات، او لو قدامه فرقه مستواها البدني كويس، زي ما شفنا الانديه بتاع اللي الاهلي لعبها في كاس العالم للانديه. في الشوط الثاني الانديه كانت بتنزل تدي الاهلي على دماغه في الشوط الثاني. ليه؟ لان مستواه البدني واقع والناس دي مستواها البدني عالي. لكن الاهلي لما بيبقى بيلعب فرقه زي المحله ولا فيوتشر ولا مودرن، الفرق دي اصلا بتنزل بتقول يا رب الاهلي ما يهاجمني. يعني لو الاهلي قعد في نص ملعبه انا هقعد في نص ملعبي، ويا عم لا تجيلي ولا اجيلك ولا عايز حاجه من حد، ونعدي 90 دقيقه دول على خير. فالاهلي لما يقع بدني اوعى تفتكر ان المحل هيستغل او ان المحل هيدوس على الاهلي. لا يا باشا، انا مقفل، انت مريحني فخليك مكاني. عشان كده ما تحسش ان الاهلي بدنيا وقع قدام المحله. لكن لو الفرقه بتروح ومتجراه على الاهلي كنت خدت بالك من الموضوع ده. اوريها لك في حته تانية. الاهلي في الشوط الاول كان بيروح على المحله كل دقيقه، كل دقيقه رايح على المحله، مره بجراديشار، مره بزيزو، بن شرقي، تريزيجيه، بن رمضان، كل دقيقه رايح على غزل المحله. ليه؟ المستوى البدني عالي جدا. الشوط الاول ضغط من نص الملعب وطالع، بنغلط المحله في نص ملعبها، بروح بالمرتدات، بعمل فرص وان تو هات في مساحات قصيره، بلعب عرضيات، بشوط من بعيد، بعمل كل حاجه. الشوط التاني مش هتلاقي الكلام ده. ليه؟ لاني بقيت بدني واقع، مش قادر. كل 10 دقايق ربع ساعه كده بروح بواحده من اللي كنت بروح بيهم الشوط الاول. لكن على مدار الشوط الثاني قاعد بنقي الكوره وانا واقف على رجلي، ما بجريش كتير. فقال الثلاث مشاكل بتوع الاهلي دول هنلاقي ليهم حل، سواء بقى المستوى البدني ده، سواء الظاهرين اللي انا مش عارف استغلهم بشكل كويس، او اضاعه الفرص اللي مش عارف اعاتب مين فيها. يعني الاهلي قدام عنده نجوم عد واغلط، يعني ما فيهاش مدرب، ما فيهاش اي حاجه، مع اني معترض مع المدرب، معترض مع طريقة إدارة المدرب وفكر المدرب، لكن دي مش بتاعته للأمانة.
انا هجيب مين احسن من تريزيجيه وبن شرقي وزيزو وجراديشار ومحمد شريف؟ هجيب احسن من الناس دي فين عشان تخلص لي قدام؟ الناس دي بتضيع ليه؟ ما تعرفش. الناس دي مستعجله ليه؟ متسربعه ليه؟ مش ناس عايزه تكتسب خبرات، مش ناس بتثبت نفسها. سبب تضييع الفرص الزياده المبالغ فيه ده ما تعرفش ايه سببه. لكن الحته الايجابيه اللي انا بقول عجبتني والتعادل حرق لي ان انا اشكر فيها، هو الستة بتوع من اول اليو ديانج وطالع. اليو ديانج، بن رمضان، زيزو، تريزيجيه، بن شرقي، جراديشار. المثلث المقلوب ده كان عامل شغل قدام المحله، يعني حاجه اوروبيه، حاجه عالميه، سواء بقى في الضغط، سواء في التحولات، او سواء مش في التحولات بس، في التمركز الصح في التحولات بين اللعيبه وبين بعضها. اللي بيروح مكان مفيش لاعب بيضرب له المكان بتاعه. انا اتحركت هنا بتلاقي ده طلع هنا، ده راح هنا. مفيش اتنين لعيبه بيقفوا على نفس الخط. مفيش اتنين لعيبه بيضربوا بعض بيروحوا مكان ويسيبوا مكان فاضي. كل واحد بيتحرك زي ما الكتاب بيقول. الحته بتاعت جراديشار اللي انا لازم اتكلم عليها، وعلى ان هو الراجل كنت حاسه في الاول ما كانش مقتنع بجراديشار. هو لقى لجراديشار وظيفه ما كانش لاقيها في لعيبه الاهلي، ما كانش لاقيها في وسام، ما كانش لاقيها في محمد شريف، او بلاش ما كانش لاقيها في وسام، ما كانش بيجربها مع وسام، وما كانش لاقيها في محمد شريف. ايه هي؟ ان جراديشار كل شغله، كل استلامه، انه بينزل له 10 خطوات 15 خطوه ايا كان الفريق فين. احنا جوه ال 18، جراديشار بينزل بره قوس ال 18 يستلم عشان يشغل الناس في ظهره، وعشان يحرك يمين وشمال، وفي نفس الوقت يفك الزحمه بتاعت الاهلي اللي بتبقى على الخط بتاعه. يعني انا لما ابقى واقف وجنبي هنا تريزيجيه وبن شرقي وجنبي زيزو طالع ومحمد بن رمضان طالع، احنا عاملين زحمه. لما اطلع انا كجراديشار، لما اخد كام خطوه كده لقدام استلم الكوره، فانا طالع فاضي، انا فضيت ظهري. اللي يعرف يتحرك في ظهري، لما ده يتحرك في ظهري، ده هيعرف يرحل يفتح هنا، ده يعرف يرحل يفتح هنا. هفضي الزحمه اللي في ظهري شويه بالنسبه في او في الخط الهجومي بتاع النادي الاهلي. الحته دي كان جراديشار عاملها نموذج قدام المحله، نموذج حرفيا. شفناه طلع زيزو في كوره، شفناه طلع بن شرقي، طلع تريزيجيه، ودى الناس كلها. اللي كان عايز يروح. كان جراديشار لاخر لحظه ليه في الملعب لحد ما طلع كان بينزل يستلم، ودايما نازل يستلم لوحده، دايما نازل يستلم لوحده. وده كان زي ما قلت بيفك لي التكتلات، او مش التكتلات، بيفك لي الزحمه بتاعه لعيبه الاهلي. انا بتكلم على الزحمه بتاعه لعيبه الاهلي اللي بيتسبب فيها، عشان اي فرقه بقابلها في الفتره دي بتبقى موقفه لي 20 واحد ورا. ف 20 واحد على الخمسه اللي انا بهاجم بيهم، الدنيا مقفله. اطلع يا جراديشار وفتح وحرك اللي جاي بوشه، حرك يمين وشمال، استلم ولف. عملها وخد منها فاول. فجراديشار دوره في ماتش المحله 10/10. قام بيه زي ما الكتاب بيقول. اليو ديانج يعني لاعب معرفش، اتمنى ان الراجل يكون خلاص هو جرب وشاف وعمل وسوى واقتنع ان اليو ديانج ده ما يقعدش دكه تاني، ما يقعدش دكه تاني. ما فيش كره تانيه مردوده على الاهلي غير وبيروح ياخدها لاخر لحظه ليه في الملعب. ما فيش كره بتترد على الاهلي غير وهو بيروح ياخدها. الراجل كفيل انه يملى نص ملعب الاهلي كله لوحده. ومداري كتير قوي، او مش مداري، حامي كتير قوي خط دفاع الاهلي. خط دفاع الاهلي اللي احنا لسه ما شفناهوش، او يعني اقدر اقول لسه ما شفناهوش ولا في ماتش مودرن ولا فيوتشر. في ماتش مودرن عمل كام غلطه، بس برضو ما كانش فيه ضغط كبير عليه. كام غلطه في التمركزات. ماتش فيوتشر ما كانش فيه برضو. ماتش المحله ما فيش شغل على خط دفاع الاهلي. بس انا مش حاسس ان خط دفاع الاهلي مطمني. اللي مطمني الشغل اللي الاهلي بيعمله من نص الملعب وطالع. انا كنص ملعب بعمل ضغط عالي جدا، ويمكن هو ده اللي بيوقع الحته البدني بتاعه الفرقه في الشوط الثاني. بنعمل في النص الملعب الهجومي بنعمل ضغط عالي رهيب مميت، نموت اي حد. بس عشان استفيد بيه وعشان ما اتاثرش بالشوط الثاني او مستواي البدني اللي بينزل الشوط الثاني، لازم استغل الفرص اللي انا بوجدها لنفسي في الضغط اللي انا بعمله ده عشان اريح نفسي في الشوط الثاني. لكن انا بقول ان الاهلي دفاعيا في الشق الهجومي، يعني الاهلي بيبتدي في الدفاع بالحته الهجوميه بتاعته، بيضغط عالي، بيغلط الفرقه في نص ملعبها، بياخد الكره ويروح، ما يستناش ان الكره تيجي عليا. ده اولا. ثانيا الاهلي وهو رايح ببقى دايما موقف، ودي اللي انا بقول عليها، ان الادوار الباكات مش شغاله كويس. هو الراجل بيعمل ايه بالباكات؟ عشان كده تحس باكات الاهلي مش كويسه. عشان كده عمل التبديله بتاعت عمر كمال، ودى كريم فؤاد هناك ونزل مكانه كوكا.
ليه باكات الاهلي تحسها مش احسن حاجه؟ الباك اللي طالع ليتس سي مثلا ان الباك اليمين هو اللي طالع، الباك الشمال بيبقى دوره ايه؟ عشان الزياده العدديه اللي هو دايما بيعملها بالناس بتاعت نص الملعب، الباك اليمين دوره ايه؟ بيخش ديفندر تاني مع اليو ديانج في نص الملعب، املى الحته دي عشان الكره وهي راجعه عليا، عشان لو ديانج راح على الكره التانيه اللي بترد ابقى في واحد واقف يامن وراه، او واحد واقف هيلبر للكره ردت من الناحيه دي، او باس، او حد مزنوق في باس مش محتاجه مستني هناك، ولا محتاجه مستني ورا المساكين ورا، بيخش ديفندر تاني. نفس الكلام لو كريم، لو الباك الشمال هو اللي طالع، الباك اليمين بيخش ديفندر تاني مع اليو ديانج، عشان دايما بتلاقي زيزو وبن رمضان زايدين على ال 18. طيب فده ايه اللي مخلي ادوار الباكات ضعيفه؟ تحسهم مسحولين اكتر في الحته دي لانها جديده عليهم، مسحولين اكتر في ان انا اللي زدت هو اللي زاد، هقف امن، طب بلاش اروح زائد وحط تحت زائد دي 100 خط. بحسهم يعني مثلا كريم فؤاد في الشوط الاول لما كان بيلعب ناحيه الشمال، بحسه سايب الدنيا دي لزيزو واللي بيميل عليه بقى زيزو وبن رمضان، سوري، بحسه سايب ناحيه الشمال دي لبن شرقي واللي بيميل عليه بن شرقي وزيزو وبن شرقي ورمضان، واقف انا واقف لان الناس دي بتطلع تشتغل. لا يا باشا، الكرة عندك اطلع لاعب الناس. زيزو بن شرقي فتح على الخط، ضم انت لجوه، اعمل راس اقلب انت راس المثلث من على ال 18، خش انت لجوه، دخل هو افتح انت لبره، انت الكرة ناحيتك لازم تطلع تلعب معاه. انا اوريدي مأمن ظهرك بالديفندر اليو ديانج، ومدخل الباك رايت يأمن ظهر اليو ديانج. فما دام الكرة عندك انت لازم توريني شغل هجومي، ما تبقاش شايل هم، يعني لازم يبقى عندك الجرأة، لازم تاخد الريسك، ما تبقاش شايل هم ظهرك ايه اللي بيحصل فيه. فدي النقطة اللي انا حاسسها مأثرة على الادوار الهجومية بتاعت الباكات، الادوار اللي انت مش حاسس بعدم وجودها قوي، لان انت عندك الناس بتاعت او الناس اللي قدام بتعمل شغل كويس يرضيك في خلق الفرص وان هم يروحوا على الجون، لان الحتت الدفاعية بتاعت الفرق اللي قدامك مش قد كده، او اقل من مستوى الاهلي الهجومي بكتير. فانت تحس ان يعني مش واخد بالك ان الباكات مقصرين معانا. لكن لو بتلعب قدام فرقه بتدافع كويس جدا زي ما حصل مع مودرن، لا انا هبقى محتاج انا هقول للناس دي ما بتطلعش ليه؟ لان الراجل ده هو اللي هيفتح لي اللعبه، الراجل ده لما يروح زايد مع الديفندر مع الوينج اللي ناحيته، هو اللي هيفتح لي اللعبه، سواء ناحيه الشمال سواء ناحيه اليمين، هو اللي هيتسبب في ان اخلق زياده عدديه سواء من العمق او من الناحيه بتاعته اللي بيتلعب عليها الكوره. ملخص الكلام لسه عند نفس كلامي، قناعاتي بالراجل مش كبيره، مع انه للامانه الماتش ده اداره بشكل كويس. يعني ايه اداره بشكل كويس؟ يعني الحاجات اللي كانت مكتفه الاهلي في الماتشات اللي فاتت، لا اتحلت بشكل جزئي، جراديشار، الحته بتاعت جراديشار اللي انا بقول ان هو بيلعب بالراجل اللي ينزل لقلب الملعب عشان يفضي في ظهره، عشان اعمل اخلق مساحات في ظهر اللعيبه، ادى الى ان الاهلي خلق فرص بكم رهيب جدا بخطوره مش بشكل عشوائي. الاهلي الماتش ده احسن من ماتش فيوتشر، احسن من ماتش مودرن 100 مره، الكيرف تحسه طالع. بس قناعتي بالراجل 100% لسه ما اتوجدتش. كلمه تانية، الاهلي او لاعيبه الاهلي لازم يبقى في قاعده مع النفس كده، واطلع من حته اثبات الذات. يعني واحد زي تريزيجيه ده احنا جايبينه، ارجع بقى شيل الاهلي وخد الاهلي على كتافك وكمل. انت مش محتاج تثبت لنفسك يا تريزيجيه. تريزيجيه بيلعب نفس اداء تريزيجيه اول ما طلع مع جيل ابو تريكه، اللي عايز يرضي الجمهور. يا باشا احنا راضيين بيك واحنا عارفينك، بالله عليك بلاش اسلوب الاختبارات ده، العب كورتك، العب اللي انت كنت بتعمله. ان كل كره تضيع منك تقعد تقطع في التيشيرت وتعضعض في الارض والكلام ده، لا يا باشا. هو انا يعني العيال الصغيره او العيال اللي هي ما مش مثقله بالخبرات، لما تشوفك انت بتعمل كده هيعملوا هم ايه؟ هيفكوا متخيل هيفكوا ازاي؟ ما ينفعش ان انا احس اكتر واحد مهزوز، انا بتكلم عن الحته النفسيه دلوقتي، مهزوز ثقته في نفسه هو تريزيجيه في الملعب. دي كارثه. ده انا جايبك عشان تطعم الناس دي، عشان تغذي الناس دي. يعني ايه العب بروح الاهلي؟ يعني ايه العب عشان الاهلي؟ يعني ايه العب لاخر لحظه؟ يعني ملخص الكلام كده على ماتش الاهلي في المحله، الاداء اتحسن كتير جدا، شكل الاهلي في الحته الهجوميه بقى احسن بكتير جدا. لسه عندنا 3 مشاكل اللي لسه مش لاقيين لهم حل، اتمنى ان مع مرور الوقت الحل يتوجد، سواء بقى حته الادوار اللي مش عارفين نعملها للظاهرين، البدني اللي بيقع، استغلال الفرص اللي بتجيلي كتير جدا 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 في الشوط الاول وما بعرفش استغل منها ولا حاجه. اتمنى مع مرور الوقت الوضع ده يتحسن. للاسف هدرنا نقطتين
زيهم زي ماتش مودرن. يمكن ماتش مودرن كان يستاهل انك تهدر فيه لان الاهلي ما راحش، الاهلي ما عملش اي حاجه. بس في ماتشات زي ماتش المحله ده تندم ان انت خسرت فيه نقطه او نقطتين، ان انت طلعت يعني بنقطه تعادل. ليه؟ لان انت رحت كتير قوي على الجول وجالك فرص كتير قوي سهله، فكان ممكن واحده ولا اتنين تجيب لك الماتش وتريح نفسك. لكن لما يبقى الماتش متعقرب، ودي هنقابلها لسه، الدوري قدامنا طويل وهنقابلها في الدوري كتير. لما يبقى الماتش متعقرب خلاص ساعتها ما يعني بتقول يلا ها الحمد لله، احسن من ما كنت البس جول ولا بتاع. اعمل ايه يعني؟ مش عارف اوصل، الفرق مقفله عليا او انا مش في يومي. لكن الماتش ده لا لا، انت جالك كتير قوي، جالك كتير قوي. يعني دي من الماتشات اللي تزعل عليها، تزعل عليها ان انت تعادلت فيها. وبالاخص ان بالنسبه لي ده احسن ماتش الاهلي عمله من اول الموسم، او تقريبا الشوط الاول من الفترات القليله. لان على بعض الماتشات اللي الراجل ده لعبها مع الاهلي كان الاهلي بيبقى كويس في بعض فترات من الماتشات. الشوط الاول من الاشواط الحلوه قوي للاهلي مع الراجل ده للامانه يعني، بس ما استغلناهوش بشكل كويس. لكن الخلاصه ان شاء الله الاداء يتحسن في اللي جاي، يبقى احسن من اللي فات، نستفيد وما نهدرش نقط تاني عشان هنحتاج وهنندم على الكلام ده قدام. وبس يا سيدي كده بقى وصلت نهايه الحلقه. استنوني ان شاء الله في الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله.